بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. اليوم الموضوع اللي عندنا هو الشواحن. إذا نلاحظ هذا شاحن اللابتوب، الدخول 100 فولت إلى 240 فولت، وعندنا الخروج مالته 12 فولت، وعندنا هنا الأمبيري. بهاي الحالة هذا المحول تصميم للشحن اللابتوب والبطاريات الليثيوم اللي يجن بهذا الشكل. إذا نجي نقيس القياس، عندنا الكلاب ميتر، نقيس الخروج اللي الخروج من المحول، عندنا 12 فولت. إذا نلاحظ بالمحول الثاني، هذا المحول نشوف المعلومات اللي موجودة. عندنا الدخول 240 فولت تحمل، والخروج عندنا 12 فولت، والأمبيرية عندنا 2.5 أمبير. اختلاف هذا الشكل المحول واختلاف بين هذا الشكل الثاني. هسه نبدأ نقيس الخروج مال المحول هذا الثاني النوع بهالطريقة. قرأ عندنا 15 فولت. عندنا بهاي الطريقة هذا المحول التصميم مالته لشحن البطاريات الحامضية. عندنا مثل هذا النوع، إذا نلاحظ مثل هذا النوع، هاي البطاريات الحامضية اللي موجودة بالدراجات الشحن والدراجات اللي على الوقود. لكن عندنا هذا المحول 12 فولت، هذا يكون قياسه لبطاريات اللابتوب وشحن اللابتوب. هاي البطاريات اللي موجودة باللابتوب، هاي الأقلام، وهذا عندنا النوع الثاني بهالطريقة. هذا هو شاحن اللابتوب. شاحن اللابتوب يخرج لك 12، وقراءة عندنا أيضا 12. عندنا هذا الأقلام الجهد مالتها يكون أقل بالأمبيرية من هاي البطاريات الحامضية. وعندنا النوع ثاني من البطاريات أيضا الحامضية، هذا نوع كنا عليه، وهذا النوع الثاني. اختلاف بالشحن السريع وأيضا تصميم شركة. إذا نطابقهن، هنا أيضا الصناعة بالصين، وهنا أيضا الصناعة بالصين. وأيضا هو شاحن جدا ممتاز وقوي. هنا يكون هذا الشاحن هو محوله ملف، وهنا عندنا هذا الشاحن هو خريطة. إذا نوضح بهالطريقة، اللي بداخل هذا الشاحن يكون محول ملف أشبه بهذا المحول اللي موجود أمامنا. لكن تجي الشاحنات اللابتوب، تجي اللي بداخلها هي بوردة للشحن. الاختلاف هنا عندنا محول ملف، وهنا خريطة. هذا هو الاختلاف. هذا يكون بالتصنيع أقدم، وهذا يكون أحدث منه بالتصنيع. وشكرا لكم.